يا مساء الخير، مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير وانت بتشوفوا الفيديو. جيتكم الليله بفيديو جديد. لو انت اول مره بتشوفوني انا لانا، بدعوكم انكم تشتركوا في القناه، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوا انكم تكتبوا لي كلمه حلوه في الكومنت، بكون سعيده جدا جدا وانا برد عليكم. الليله فيديو اليوم ما فيه وصفه، بس حبيت استخدم لكم كامل الكولكشن بتاع لينا ذهب، اللي هو كولكشن بسكويت النشادر. تقدروا تطلبوا كل قطعه لوحدها، بس كمان انه الطقم كامل كده مع بعض جميل جدا، خصوصا الناس اللي بتحب دايما تقتني الحاجات كده. وكمان لو انت بتعمل مشروع او حابة انه البسكوت بتاعك يكون شكله مرتب وجميل. بالنسبة للطقم فيه 4 قطع، فيه 2 بوصة، واحدة الشكل المشط بالتصميم الجديد، وكمان الشكل الحلزوني، وفيه سكريبر، وفيه القطاعة بتاعت البسكوت اللي بتقطع لك البسكوت كامل بنفس الطول. بالنسبة للسكريبر أو أداة تقطيع العجينة اللي أنا حاليا بستخدمها، تقدروا تستخدموها كذا استخدام. أول استخدام لها إنكم تقطعوا بها العجين. طبعا أنا عشان حاستخدم المفرمة الكهربائية، فلازم العجين يكون معي قطع علشان اخد قطعه قطعه وابتدي اني انزل العجين. الخطوه دي انت قلتوا لي انه خدت شويه شويه عشان المفرمه تكون معاكي سريعه. بعد كده حجيب الصينيه، وطبعا بما اني حاستخدم مفرش السيليكون الحراري، فما حاحتاج اني اخد اي زيت في الصينيه. المفرش بيكفي، ما بيحتاج انك تاخد زيت. المفرش ده كمان برضو من لينا ذهب، هي رسلته لي هديه صراحه، بس جميل جدا جدا، بيخلي لكم البسكوت تحفة. فشوفوا الفيديو حتشوفوا كيف البسكوت بعد ما يستوي حيكون رهيب جدا جدا. طب بعد ما انا خلاص قطعت البسكوت بالقطاعة بالبوصة، بعد كده حاجي اقطعه كله بنفس الطول بالقطاعة المستطيلة اللي هي بتقطع لكم البسكوت بنفس الطول. القطاعة اللي انا استخدمتها طولها 7 طولها 11 سنت، بس انتوا تقدروا تطلبوا اطول او اقل على حسب الطول اللي انتوا بتحبوها. الطول اللي انا استخدمته يعتبر مناسب جدا جدا، طولها حلو، يعني لا قصيرة ولا حتى طويلة. بالشكل ده قطعت كل الكمية، كمان بالاسكريبر حواسي الحواف، واشيل اي زوائد بالاسكريبر. بعد كده هبتدي اني ادخل البسكوت الفرن، حيطلع معاكم بالشكل ده. شايفين مفرش السيليكون بيخلي لكم فيه مربعات او شكل كده من ورا، رهيب جدا جدا، بيخلي لكم البسكوت كمان كله يستوي بنفس درجة التحميصة. جميل جدا جدا. شايفين كيف البسكوت ما شاء الله تبارك الله طالع بنفس الطول وتحفة. بعد ما خلاص خلصت من البسكوت العادي، بعد كده نجي للبسكوت الحلزوني. بالنسبة للبوصة الحلزونية فهي نفس البوصة، نفس قياس البوصة اللي انت حتشتريها عادية، حتشتري نفس القياس من البوصة الحلزونية. لأنه كتير بيسألوني مثلا أنا بوصتي مقاس 10، الحلزوني أجيب كمان مقاس 10؟ أيوة، هي القطر الدائرة نفس المقاس بتكون. فحركب البوصة بالشكل ده. طبعا البوصة الحلزونية تقدر تستخدموها البسكويت النشادر، وكمان تقدروا تعملوا بيها بلح شام. فأنا هنا حابتدي إني أقطع. عايزاكم تركزوا في الخطوة بتاعت لف البسكوت. بعد ما تطلع البسكوتة من المفرمة، هتبتدوا انكم تبرموها او تلفوها لفة شوية كده بيدكم. تتحكموا في الخطوط كيف حتكون، حابين انها تكون ضيقه، حابين انها تكون واسعه، اللي هو باللفه اللي انتوا حتلفوها بيدكم. اذا حابين الخطوط تكون متقاربه من بعض فبتلفوها زياده، حابين الخطوط تكون متباعده فبتدوها لفه خفيفه بالشكل ده. وطبعا انا حقطع بشكل عشوائي، لانه حارجع اقطعها بقطعه البسكويت اللي بتقطع عليها البسكوت كله بنفس الطول. حيكون لكم البسكوت طوله واحد، الاطراف بتاعته كمان حاده، ما بيكون فيه بروز، ولا واحدة طويلة ولا واحدة قصيرة. لو انت حتشتغلوا اوردرات فبيكون كمان في التقديم شكله جميل جدا، انكم حتكونوا راصينه كده في البوكس بتاعكم او في الجردل او اي حاجة انتوا يعني بتوصلوا فيها اوردراتكم، بيكون كله بنفس الطول، بيكون شكله شيك جدا وجميل بالشكل ده. حدخله على الفرن. بالنسبه للبسكويت المبروم، اذا انتوا حتعجنوا عجنه خاصه ببسكويت المبروم، قللوا النشادر شويه. يعني انا باخد للكيلو ملعقتين نشادر للمبروم، بحيث انه كان افضل لو خديت ملعقه ونص للكيلو. انا باخد ملعقتين للكيلو للبسكوت العادي. فبس بالشكل ده. شايفين يا جماعه الخطوط حاده جدا جدا في المبروم، وكمان في البوصة العادية. البوصة ما شاء الله تبارك الله تحفة. لو انتوا حابين انكم تطلبوها وانتوا في السعودية، فتقدروا انكم تتواصلوا معي وتطلبوها. هاخد لكم رقم الطلب في اول تعليق مثبت. ولو انتوا شفتوا الفيديو لحد هنا، ما تنسوا انكم تعملوا منشن لاصحابكم، للناس اللي عندها مشاريع. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة، وباي باي.